السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، صحه جيده ان شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا بالصلاه على خير الانام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. مهم البنات، هذا الفيديو تحت طلب ديال صديقه ديالي اللي ضاقت عندي هاد المقيله هادي وعجبتها بزاف الصراحه. ما جاتها، قالت لي جاتني لذيذه بزاف لواحد الدرجه. قالت لي شنو تديري فيها؟ مهم انا غادي نديرها معكم بالتفاصيل الممله باش تعرفوا، غير طريقه بسيطه جدا. انا كنقول لكم السر كاينه في المقله وتيقوني. المهم اللي ما تيقنيش غادي يشوف الفيديو من الاول. كما شفتوا الخضيره نقيتها. غادي تشوفوا اولا حطيت الدجاج، درت عليه شويه البصله مقطعه بهذا الشكل هذا، مطيشه حتى هي، القزبر حتى هو، المعدنوس، القزبر والمعدنوس بجوج كنقطعهم، ومطيشه محيد ليها الجلوف ديالها حتى هي مقطعه. تندير شويه ديال البزار، كندير سكينجبير. مهم نتوما على حسب القدر اللي غديروا العطريه، انا كندير عيني ميزاني. مهم هنايا كندير الخرقوم. ملي كندير الخرقوم غندير شويه ديال الملح كما كتشوفوا، غير شي شويه ماشي بزاف، حيت المقيله بحال الطاجين حتى هي كتشرب وكتبقى البنه. الا كثرتي الملح غتجي مالحه اكثر. مهم هذه هي الطريقه. غادي نزيد هنايا جوج الريوس ديال الثومه، وغادي ندير هنا زيت الروميه. ما تحاولوش تكثروا، غير على حسب القياس. وغادي نزيد التحميره اللي ما صراحه ماشي نسيتها، كنت سخرت بنتي يلاه جابتها ليا تقادات عندي في الدار. هنا غادي نرد المقله فوق البوطه، نار طبيعيه. من بعد عاد غادي تنقصي عليها ملي تبغي، ملي ترمي الخضره وتسالي تنقصي عليها باش طيب على خاطرها. المهم هنا نار طبيعيه. غادي نبقى كما كتشوفوا، غادي تبقى تقلى بشويه بشويه عليها، وغادي تبقاو بحال تحركوا فيها حتى تندمج هذيك الشرموله مع بعضياتها مع العطريه وكل شيء. وتبقاو تقلبوا في دوك الطريفات ديال الدجاج بحال هاد الطريقه هذه. الصراحه غير بالخاطر وبالراحه النفسيه كتبقى يعني كطيبي المقيله بداك العشق، وكتجيك صراحه سميتو الطريقه زوينه. والصراحه واحد الرائحه كتنبع منها رائعه جدا. اللي غتجرب الطريقه، هي راه طريقه عاديه بالنسبه للمرقه المغربيه اللي كلشي كيعرفها. المهم الصديقه ديالي مني طلبت مني كيفاش حيت تنديرها انا المقيله بحال هكا، كنديرها في الروتين عادي، كنطيبها بالزربه كنوريكم غير شنو حضرت كفكره للغداء. ولكن الصديقه ديالي عجبتها بزاف، قالت لي نخلط الخضره بحال هكا وداكشي ما كتعجبنيش في المرقه. تقريبا كتجي في المقله احسن من الكوكوط. المقله كتجي زوينه، كتبقى كطيب على خاطرها وكتشرب هذيك اللقامه. المهم كما شفتوا راني قليت هذيك الشرموله مزيان، خليت الحيمات حتى تقلاو صافي، ورويت من الجناب. ما ترويش ما تخويش على الدجاج، غير من القنيته باش تبقى ديك اللذه وديك البنه. كما شفتوا هنا بديت كنرمي في الخضره، كترمي في الاول الخضره اللي كتشد الطياب بحال السلاوي. ترميه هو الاول غيشد الطياب شويه على الدنجال. كعارفين الدنجال دغيا غير بالبخار كيطيب يستوي دغيا. المهم كما شفتوا هنايا رميت الدنجال، حيت هي قالت لي الدنجال تيجي باسل في المرقه، ولكن في هذه المقيله جا لذيذ
تاكلوش هي بزاف وكالتو. ولكن هنا كما شفتوا الدنجال هنا كيشرب هذيك الشرموله وكيجي لذيذ بزاف. هنا صافي حطيت غير شويه ديال البطاطا عاديه وبطاطا حلوه، الفلفله حلوه، قطعت بصيله من الفوق ومطيشه من الفوق ودرت عليهم شويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي كنسد على هاد المقيله تنخليها طيب بالمهل، كنقص عليها البوطه كيما شفتوا راها طابت. كيفاش كيفاش كيرجع عليها وكطيح هذيك الخضيره كامله وكتجي معلكه ولذيذه. صراحه كنتمنى تكون عجبكم هاد الوصفه ديال هاد المقيله وتكونوا عرفتوا الطريقه. والصديقه ديالي شكرا بزاف على اعجابك بهاد المقيله هذه، كنتمنى تكون عجباتك الطريقه. وما تنسونيش من تعاليق ولي لايك التعاليق الزوينه اللي بحال وجوهكم، تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. تلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.